السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام من سواء من مصر ومن بره مصر. ده شرف كبير جدا اللي انتوا تتفرجوا على قناتي ومتابعين القناة. النهاردة هنتكلم على تمرين الكتاف أو الشولدر، وهو عند ناس صعبة جدا، اللي الكتاف ما بتظهرش عنده ولا بتعرض. هنلعب شوية تمارين وهنشوفها مع بعض، وأهم تمرين اللي هو تمرين الرفرفة. تمرين الرفرفة مش اللي انت ترفع دراعك وتنزله على طول، لا. تمرين الرفرفة فيه مميزات حلوة جدا، اللي انت ازاي تلعبه كويس وازاي تلعبه صح. اللي انا مش هرفع دراعي وخلاص، لا، انا احس بالطلعة اللي هنا، اطلع من هنا، من الاحساس كله من هنا. مش اللي انا ارفع دراعي وخلاص، لا، انا احس بالدراع من طالع لفوق من عند الكتف. لو ركزت معايا هتلاقي الكتف هو اللي هو اللي عليه الضغط. تمام. ده نوع من انواع تمرين الكتاف. في تمرين تاني برضو الكتف، اللي احنا ازاي نلعبه برضو بطريقة رفرفة، ونزود معانا شكل الكتاف وشكل كويس الكتاف. اللي انا بميل جسمي لقدام وبثني رجلي وبرفع صدري لفوق. ده لو انت مش هتعرف تتمكن في الحركة، لان انت ممكن تلعب وزن تقيل بس برضو في نفس الوقت الحركة ما تظبطش معاك. اللي انت ترفع صدرك وتشد صدرك وتشد ظهرك كده، وتبدأ تطلع بالكتاف. اما التمرين التاني للكتاف هيساعدك برضو اللي انت تعرض الكتف وتظبط ويظبط معاك العضلات الاماميه. اللي احنا بنلعب الكتاف مش نلعب وخلاص، لا، بنحس باحساس الكتف، ما نلعبش بوزن وخلاص. نفتح ايدينا كده ونطلع وننزل، تنزل الزاويه 90 وتطلع. اهم حاجه ما تفتحش الكوع عشان ما تريحش العضله ولا تنزل للاخر. اما الشكل الثالث اللي احنا نقدر نلعبه وبيشغل معانا وبيخلي الكتف شكله جميل، اللي هو الكتاف الاماميه. اه، هنقف كده، نطلع، نرفع لفوق لقدام، ما نرفعش كده. خلي الكتف كده، لا، الدمبل مش كده. خلي الدمبل كده بوزن خفيف، مش ضروري تتقل الوزن الخفيف اللي انت تشتغل بيه. اه، ديت بالنسبه لتمرينات الكتاف بالدمبل، وهيشغل معاك الكتاف، هيظبط معاك الكتف، هيعرض معاك الكتف. اما في تمرين تاني اللي انت تلعبه برضو الكتاف الاماميه، انت بتخلي الدمبل الكتاف الجانبيه، خلي الدمبل كده زي من نفس المسكه كده، ببدا اطلع. اه، اطلع بالكتف، اطلع بالكتف، ما اطلعش بالدراع، واطلع كتف. زي ما انتم شايفين حضراتكم، اللي ده تمرين بيظبط مع شكل الكتاف الجانبي الامامي. اما في الجزء الثاني هنلعب اجزاء للكتاف الخلفي. ده بالنسبه لتمرين
الكتاف اللي انت ممكن تلعبه بالدمبل، ب- وممكن تلعبه كاحماء. تابعونا في الفيديو القادم وعشان نشتغل على الكتاف الخلفي الصحيح. الناس اللي بتلعبه بطريقه خطا هتاخد نوع من الكتاف الخلفي، ازاي انت تلعب كتف العضله الخلفيه دي بطريقه صحيحه. تابعونا في الفيديو القادم.